بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام عن الحجامة والتبرع بالدم، هل يفطران الصائم أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر، لما روي في البخاري عن ابن عباس، حديث ابن عباس في البخاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وكذلك في الأثر عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهانا. وذهب أحمد في المقابل إلى أن الحجامة تفطر، لما روي في المسند والترمذي من حديث راعي بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وأجاب الجمهور عن دليل الحنابلة بعدة أدلة، منها أنه حديث منسوخ كما قال ابن عبد البر وغيره، وأن أيضا المراد أنهما تسببا، أفطر الحاجم والمحجوم، أنهما تسببا في الفطر، هذا بسبب أي الحاجم بسبب مصه للدم الذي قد يصل شيء منه إلى جوفه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافا ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر، فلذلك أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، والراجح هو قول الجمهور كما قال غير واحد من أهل العلم.